سنة 1917 وفي جامعة ييل كان في معسكر لتدريب الجنود الأمريكيين تمهيدا لإرسالهم لجبهات القتال في الحرب العالمية الأولى. ومن ضمن الجنود دول كان في جندي اسمه جون روبرت كونري. جون بيشوف كلب صغير بيجري حوالين المعسكر ملوش صاحب. بيبدأ جون واحدة واحدة يأكل الكلب وبتبدأ تنشأ بينهم رابطة قوية جدا. بيجي الأمر للقوات دي بالتحرك للجبهة الفرنسية فورا، ولكن كان ممنوع اصطحاب الكلاب. فجون بيقرر إن هو يهرب الكلب معاه. ولما وصل هناك ورغم إنه ممنوع اصطحاب الكلاب، ولكن الكلب ده حاز على إعجاب الضباط والعساكر. الكلب ده كان اسمه ستابي، كان من سلالة ميكس ولكن بيغلب عليها شوية سلالة البول تيرير واللي الناس كتير بتعرفها بالبيتبول. وفي الجبهة ستابي كان ليه مواقف غريبة جدا. ستابي بدأ يستخدم حاسة الشم بتاعته في تحذير الجنود من هجمات الغاز اللي كانت بتتعمل عليه. وكمان بعد المعارك أو بعد أي قصف كان ستابي بيبدأ يدور على الجرحى ويبدأ يدل المسعفين عليهم. وفي لحظة عظيمة من لحظات بطولات ستابي بيقدر إن هو يقفش جاسوس ألماني كان بيتجسس على الخنادق اللي فيها العساكر الأمريكان. وستابي بيهاجمه لحد ما الجنود بيجوا ويمسكوه. وتقديرا لجهوده ولكل اللي عمله للجيش في الحرب تم منحه رتبة رقيب، ودي أول مرة تمنح لكلب في تاريخ الجيش الأمريكي. تم تكريم ستابي في أكتر من مكان وبيشارك في المسيرات والعروض الاحتفالية بمناسبة انتصارهم في الحرب العالمية. ستابي توفي 1926، دفن في المتحف الوطني للتاريخ الأمريكي.